وكتاب نور الثقلين للشيخ الحويزي رحمة الله عليه، وكتاب الميزان تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطبطبائي، وبقية التفاسير تشير على أن مرج البحرين علي وفاطمة، بينهما برزخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ الإمام الحسن والمرجان الإمام الحسين عليهم السلام. ابن تيمية رحمه الله ناقش له واحد شيعي، طبعا عندهم غلو باطل في الحسن والحسين رضي الله عنهما. قالوا في تفسير الآية، قالوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال مرج البحرين علي وفاطمة، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. فابن تيمية رحمه الله قال له طيب ربنا قال مرج هذا عذب فرات وهذا شنو؟ ملح أجاج. قال له الملح الأجاج فاطمة ولا علي؟ طبعا الشيعي لو قال علي أو فاطمة بمنهجه شنو؟ بيكفر طوالي. قال فكأنما ألقم حجرا.